طبعا بعد ما تفكرت وتفحفظت وتمحمصت وعمال افكر واخطط، طب الناس اللي على بنترست دول بيجيبوا الفيديوهات دي ازاي؟ طب بينزلوها منين؟ في الاخر لقيتها. تعال اقول لك 3 حاجات لازم تكون عارفهم لو بتستخدم بنترست. اول حاجه يا صديقي هي هقول لك دلوقتي، انت مش بتمنتج، هقول لك اولا كده عندك وانت بتستخدم المونتاج، مش في فيديو كده في بنترست بيلمح قدامك تبقى عايز تاخده، ما بتعرفش تاخده، بيجيلك زيادة زيارة مش عارف ايه بتاع تك تك تك، مفهومش تنزيل خالص. بتنزله ازاي؟ تعال اقول لك. تاني حاجة زي المشاهد، دي اهم حاجة اللي عدت طبعا. متنساش بانك وصلت هنا، متنساش اللايك والاشتراك والكومنت حلو منك. تاني حاجة اللي هي ايه، دلوقتي انت في بنترست لما تيجي تبحث على اي حاجة، عايز باك جراوند، اي حاجة عموما تبحث عليها بالعربي ابحث عنها بالانجليزي، بحيث انها يجيب لك اقتراحات اكتر وحاجات اكتر. تالت نصيحة لما تستخدم بنترست، حاول ان انت ما تتعاملش معاه كانه لو مش بني ادم، هو في الاول وفي الاخر موقع سيرش او بحث، فانت تتعامل معاه انت تحط له بيانات دقيقة هيديك اجابات دقيقة. متنساش خلصنا داخل الفيديو تحط لايك واشتراك وروق عليا.